الفنانة إليسا تحلي حفلا غنائيا في الإسكندرية الشهر المقبل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تحيي النجمة إليسا حفلا غنائيا في الإسكندرية يوم 16 يونيو الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور. وأحيت كل من النجمة أصالة والنجمة إليسا حفلا غنائيا منذ أيام في دولة الكويت، وظهرت إليسا بجانب أصالة وقدم الثنائي مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهم الرومانسية المحببة لدى جمهورها في الكويت. وفي سياق آخر أحيت النجمة إليسا حفلا غنائيا يوم 17 فبراير الماضي في الكويت ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، وبمشاركة الفنان الكبير عبدالله رويشد. كما أحيت حفلا غنائيا على مسرح أولمبيا في باريس في نوفمبر الماضي، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التي تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى عام 2017 والمرة الثانية 2019، وحققت حفلاتها وقتها نجاحا كبيرا، والمرة الثالثة 2021. وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة أنا وبس مؤخرا، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وإخراج إنجي الجمال. وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية. كما احتفلت النجمة إليسا بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد المجرد من أول دقيقة إلى 370 مليون مشاهدة. كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون ل100 مليون مشاهدة التي طرحت منذ 15 عاما. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.